زيلينسكي بيسميهم عقوبات بعيدة المدى. وبالرغم إن المصطلح ده مش دقيق بالظبط، بس ده ما يغيرش الحقيقة إن في منشآت روسية كتير مولعة. ولا يغير كمان إنه عرض يوم النصر السنوي في روسيا اللي كان متحدد للأسبوع ده أصغر بكتير من السنين اللي فاتت. بس بالنسبة لنا النهاردة عندنا شوية خرايط لازم نستعرضها، هما الرابط المشترك بينهم. الخرائط دي بتساعدنا نفهم إيه اللي بيحصل في الحرب دلوقتي، وليه أوكرانيا قدرت تحط نفسها في موقف أفضل بشكل تدريجي. أيوة، واضح إنه السد المجازي انهار خلاص. يبدو أن أوكرانيا بتضرب أي منشأة روسية تقدر تلاقيها. كل اللي محتاجينه شوية من المسيرات دي ومدرج صغير عشان يطلقوهم منه. الضرر اللي على السطح باين بوضوح في صور الأقمار الصناعية، وده بفضل تكنولوجيا اكتشاف الحرائق بتاعت ناسا. الوضع ده مختلف تماماً عن أيام الحرب الأولى لما زيلينسكي كان محبوس في ملجأ وروسيا كانت مسيطرة على الأجواء الأوكرانية. مفيش داعي لصواريخ متطورة بتطلق من صوامع، وبرضه مفيش داعي لصواريخ بتطلق من فرقاطة، وده شيء كويس لأن أوكرانيا لسه بتعمل كده من غير ما يكون عندها حتى بحرية بدائية. وبينما الإعلام مركز على حساب الخسائر اللي بتتعرض لها روسيا، لازم نغوص أعمق ونسأل السؤال الاستراتيجي الأهم: إزاي ده ممكن يحصل أصلاً؟ لا، مش هنعمل حاجة سخيفة ونشرح ليه روسيا مش بتبني مصافيها جوه مخبأ زي ما البني آدمين ممكن يستخبوا. بدل كده التركيز هيكون على الدفاعات الجوية، وليه أوكرانيا قدرت تخترقها بالطريقة دي اللي ممكن في يوم من الأيام تخليهم يبنوا تماثيل كتير عشان يفتكروا زيلينسكي. جزء من الإجابة هو اللي كانت روسيا مخزناه في مخازن أسلحتها قبل ما الحرب تبدأ. جزء من الإجابة هو عدم قدرة روسيا على نقل دفاعاتها الجوية بسرعة في شوارع البلد. جزء من الموضوع هو جغرافية روسيا الواسعة، والمصافي والمخازن والمصانع المنتشرة على مساحة أرض ضخمة. جزء منه هو عدم قدرة المعترضات على تصويب أهدافها بسرعة كافية. وأنا عارف إن الموضوع بالفعل باين معقد ومتشابك بكل العوامل المتداخلة دي، لكن لسه في سبب رئيسي تاني بيخلي روسيا مش قادرة تسيطر على الوضع. أوكرانيا بتاخد بالها تحط كتير من مواقع الإنتاج بتاعتها تحت الأرض في منشآت شبه الكهوف. وعشان كده الجزء الأخير، روسيا مش قادرة تخنق إنتاج الطيارات المسيرة الأوكرانية من البداية. فخلينا النهاردة نستعرض كل واحدة من المشاكل الخمسة دي بالترتيب ده، واللي مع بعض حطوا أوكرانيا في وضع أحسن بكتير. عايز أبدأ بنقطتين سريعين قبل ما أنتقل للشرح الأعمق للوضع المستحيل اللي روسيا بتواجهه. أول حاجة هي مشكلة هتكون مألوفة للغرب، بس يمكن هنا متاخدة لدرجة أكبر بكتير. معظم التحضيرات من ناحية المعدات للحرب دي كانت ببساطة إنهم يبصوا على اللي لسه موجود في مخازن الاتحاد السوفيتي ويعدلوه عشان يناسب المعركة الحالية. الطريقة دي نفعت روسيا كويس في إنها تلاقي ذخيرة إضافية وتحولها لقنابل انزلاقية عشان ترميها على أوكرانيا. بس لو تسمحوا لي أدخل بسرعة عالم الألعاب، افتكرت المقولة اللي بتقول مفيش تهديدات غلط، في إجابات غلط بس. في طرق كتير تقدر تهزم بيها خصمك، كتير منهم عندهم دفاعات كويسة، بس لو جبت استراتيجية دفاعية غلط في القتال، أي هجوم من دول ممكن يكسب. عشان ننتقل من نظرية الألعاب لتطبيق الحرب، الاتحاد السوفيتي كان بيستعد لمواجهة مع الناتو لعقود، وبالتالي الاتحاد السوفيتي بنى دفاعات لصواريخ متطورة وأنظمة مقاتلات، يعني متطورة من وجهة نظر واحد في السبعينات والثمانينات. الفكرة هي إنه من ناحية الكفاءة المادية، الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه فعلا مبهرة. من الناحية العسكرية التقليدية هي بسيطة جدا. فأوكرانيا بدأت هنا بميزة، إنها بنت مخزون من القنابل الرخيصة علشان تغلب الإجراءات المضادة الأكثر دقة. ببساطة، لو كنت متابع الشكاوى عن خسائر أمريكا من الطائرات الإيرانية بدون طيار، فهي نفس القصة، بس إحنا بنبدل وجهات النظر بين تحالفات الحرب الأكبر.
النقطة الأساسية الثانية هي عدم قدرة روسيا على تدمير قدرة أوكرانيا على إنتاج الطائرات بدون طيار بشكل استباقي. فعلاً، أسهل طريقة تمنع خصمك من أنه يغرقك بالطائرات بدون طيار هي إنك توقف تصنيع الطيارات دي من الأساس. في بداية الغزو كان واضح أن الرهان الآمن هو أن روسيا هتسيطر على الأجواء، وبالتالي هتقصف أي موقع عسكري مهم بسهولة. وبرضه ده في الأساس قلب لمنظور تحالفات مقارنة بتجربة أمريكا في إيران. لسه مش واضح بالضبط إيران اتضررت قد إيه، لكن الجمهورية الإسلامية أكيد في وضع أسوأ من أوكرانيا. هنا فعلاً اتضح أن أنظمة الدفاع الجوي اللي ضرعت بها الدول الغربية كانت كفاية إنها تقفل الطريق ده قدام روسيا من حوالي 4 سنين. على الأقل المرة دي المعدات المصممة أصلاً لصراع بين الناتو وروسيا عملت اللي المفروض تعمله. دلوقتي روسيا غيرت استراتيجيتها وبقت تعتمد على هجمات من مسافة أبعد، زي الصواريخ الباليستية والقنابل الإنزلاقية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وكمان الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاستخدام. جزء من سبب إن الحاجات دي لسه ما قدرتش توقف الإنتاج الأوكراني هو إن الأوكرانيين عندهم شبكة دفاع قوية جداً. إحنا اتكلمنا قبل كده عن إزاي النظام ده بيشتغل، فمش هعيد التفاصيل دي النهاردة. مع ذلك في حاجة ما قلتهاش قبل كده، وهي جغرافية أوكرانيا. بشكل عام لما تروح من روسيا لأوكرانيا أنت بتنتقل من منطقة أوسع لمنطقة أضيق. ده بيخلي أوكرانيا تقدر تركز دفاعاتها بسهولة وتمنع الذخيرة الروسية من تدمير البلد بالكامل. لو النقطة الجغرافية دي مش واضحة مفيش مشكلة، لأننا محتاجين نتكلم عن المشكلة بشكل أعمق. في الاتجاه الثاني فعلا يلا بينا دلوقتي نشوف المشكلة مع المساحة الضخمة لروسيا. تخيل إن عندك كمية كبيرة من الأهداف القيمة متوزعة في كل أنحاء بلدك. وللتوضيح، لو أنت روسيا يبقى مش محتاج تتخيل ده واقعك. تقليدياً ده كان ميزة، لأنه معناه إن العدو لازم يتوغل بعمق داخل أراضيك. في سبب مثلاً إن الاتحاد السوفيتي بنى البنية التحتية لأسلحته النووية في نص آسيا الوسطى. لكن كتير من الحماية دي ضاعت مع انتشار الطيارات المسيرة الانتحارية بعيدة المدى. دلوقتي الحل الأول هيكون إننا نحط مجموعة من الدفاعات الجوية حوالين كل موقع من المواقع دي. بس هتكتشف بسرعة إن ده أولاً محتاج موارد كتير جداً. 2. أي ليلة أوكرانيا بتستهدف فيها مكان واحد بس من الأماكن دي، باقي الدفاعات بيبقوا تقريباً ملهمش لازمة. 3. في مجموعة كبيرة من الأهداف الأقل أولوية اللي أوكرانيا ممكن تحب تضربها، واللي في الأساس من غير أي دفاع. فحل المستوى الثاني هو إنك تجيب كل دفاعاتك الجوية وتقربها ناحية الحدود. لو منعت أي طيارات مسيرة من اختراق النطاق ده، يبقى كده كمان منعتهم من ضرب أي هدف من الأهداف القيمة دي. لكن اتضح إن روسيا بتلعب أكتر على المستوى الأول مش المستوى الثاني. وعلى قد ما الموضوع مغري إننا نقول إننا بنشوف غلطة تانية سخيفة من موسكو ونكتفي بكده، الأسباب الحقيقية في الواقع أكثر إثارة، وبتكشف لنا عن ميزة هيكلية أساسية عند أوكرانيا. يلا كلنا نبص على الخريطة دي شوية. افترض إن روسيا بس عايزة تدافع عن حدودها، يبقى رد الفعل الطبيعي هو إنهم يرسموا خط دفاعي شكله كده. بس روسيا استولت على أراضي كتير من 2014، فأنت فعلياً محتاج ده. بس كمان أوكرانيا تقدر تطير طيارات بدون طيار فوق المية، فبصراحة أنت محتاج ده. بس لو أوكرانيا حبت ممكن تتجرأ وتطير من خلال بيلاروسيا. يعني فعلاً أنت محتاج ده؟ بس الموضوع بطريقة ما بيزداد سوء. هيومارس كان نجم أوكرانيا في أول سنتين من الحرب، وعلى الرغم أن طيارات المسيرة خدت الأضواء منه بعد كده، إلا أنه أفضل قطعة مدفعية بتضرب وتنسحب بسرعة لسه بتسبب خسائر. أكثر نوع ذخيرة متوفر لأوكرانيا ليه؟ هو صاروخ GMLRS مداه 70 كيلومتر. أنظمة الدفاع الجوي هي هدف أساسي لصواريخ GMLRS، لأنه لو قدرت تعطل الدفاعات دي، الطيارات المسيرة الأرخص هتتحرك براحتها.
ولو حبينا نقارن بإيران، اعتبر ده زي استخدام صواريخ توماهوك عشان تدي قاذفات القنابل الأمريكية فرصة تسيطر على السما فوق إيران، وبعد كده يقدروا يرموا قنابل جيدام على باقي الأهداف. دلوقتي روسيا فعلا عندها شوية من أنظمة الدفاع الجوي بتاعتها في مدى صواريخ GMLRS. ده شيء لا مفر منه لما يكون في أهداف قيمة في النطاق ده، زي مدن كبيرة زي قورسك ومحطات ضخ البترول اللي بتخدم صناعة تصدير الطاقة عندهم. بس باستثناء الحالات دي، نصف قطر أغلب أنظمة الدفاع بيتحرك لحد هنا. وإحنا بدأنا نشوف المشكلة في جغرافية روسيا. مقارنة بأوكرانيا، البلد بتنتشر للخارج. كل ما حبيت تمد خط من أنظمة الدفاع الجوي أبعد، كل ما احتجت تغطيها أكتر. تقدر تشوف لي ده بسرعة بيبقى عبء مالي، خصوصاً لما تضيف الواجهة البحرية، هتحتاج خط طويل زي ده. ومع كده نقدر نخلي الموضوع أسوأ كمان. أوكرانيا كمان عندها وصول لصواريخ أتاكامز، بس بكميات أقل بكتير من GMLRS، وفرصهم أقل في الحصول على أكثر بسبب الحرب في إيران. وكمان ما فيش توثيق كفاية لاستخدام أوكرانيا للهيمارس لضرب أنظمة الدفاع الجوي من المسافة دي. مع التحفظات دي، صواريخ أتاكامز مداها 300 كيلومتر. عشان كده الخط الآمن الحقيقي هو ورا هنا خالص. دلوقتي روسيا ممكن تتصرف بالطريقة دي لو كل جزء من شبكتها يقدر يغطي جزء كبير من الخط ده، بس فيه حرق للأحداث، كل واحد منهم ما يقدرش. المسيرات الأوكرانية بتطير على ارتفاع منخفض عن قصد عشان ما تظهرش على رادارات روسيا. لما تجمع ده مع إنه المسيرات عادة بيكون عندها مقطع راداري صغير، هتلاقي نفسك محتاج رادارات كل 30 كيلومتر تقريباً، وده على افتراض مش منطقي، وكمان على افتراض إنه التضاريس كلها مناسبة. وده لأنك محتاج الرادار يحدد مكان الهدف ويتعرف عليه ويتتبعه وينقل معلومات الاستهداف للمعترض، وكل ده قبل ما المسيرة يخرج من نطاق الرادار. وكل ده غالباً لازم يحصل في خلال 5 ل10 دقايق. وده السبب اللي بيخلي روسيا تحسب إنها محتاجة تحمي منشآتها المهمة بشكل فردي، بدل ما تعمل نظام شامل واحد يحمي كل حاجة في البلد. وطبعاً الأمور بتسوء أكتر بالنسبة لروسيا. وبعد ما استسلمت لفكرة إنها مش هتقدر تدافع عن الخط كويس، روسيا برضو ما عندهاش أنظمة كفاية علشان تأمن المواقع نفسها. وعلشان كده بنشوف اللعبة اللي اتكلمنا عنها قبل كده، إن روسيا بتضطر تنقل دفاعاتها الجوية من مكان لمكان علشان أوكرانيا ما تعرفش هم فين بالظبط. واحد من الحلول هو إنهم ما يحطوش كل المعدات قدام الأهداف على طول، لكن كمان يحطوها في الطرق اللي ممكن أوكرانيا تمشي فيها ناحية الأهداف دي. المشكلة الرئيسية هي إن الولايات المتحدة على حد علمنا لسه بتساعد أوكرانيا بمشاركة المعلومات الاستخباراتية عن أماكن أنظمة الدفاع الجوي. ده بيسمح لأوكرانيا إنها تتجنبهم وتضرب الأهداف المكشوفة أو تهاجمهم علشان تسهل الضربات الجاية. دلوقتي مش هيكون مفاجئ لو عرفنا إن الولايات المتحدة قللت بشكل كبير من جهود مشاركة المعلومات الاستخباراتية بتاعتها. فاكر جزء من السبب اللي خلى الولايات المتحدة تفضل مستمرة في ده رغم إنها وقفت المساعدات العسكرية المباشرة، هو إنه كان بيدي محللي الاستخبارات فرصة يتدربوا على تحديد مواقع قوات ومعدات العدو. طيب الولايات المتحدة كانت موجهة الجهود دي ناحية إيران خلال الشهور اللي فاتت، ومع إن الأطراف في هدنة وأنا بكتب الكلام ده، محدش المفروض يستغرب لو الأعمال العدائية رجعت تاني. عشان كده من الضروري إن الولايات المتحدة تفضل تتابع الانتشارات الإيرانية، وبالتالي ممكن يكون في مشكلة في الموارد المتاحة لو استمرينا ندعم مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا. المفارقة إن هيكون خبر كويس للغرب لو عرفوا إن الولايات المتحدة فعلاً وقفت الدعم ده. أوكرانيا أثبتت إنها ما عندهاش أي نقص في القدرة على ضرب أهداف روسية مهمة خلال الفترة دي. عشان كده ده هيقول لنا إن أوكرانيا تقدر تعتمد على شبكات المخابرات بتاعتها من غير مساعدة المحللين الأمريكيين. بس أنا هكون حذر في إني أستنتج إن مفيش دعم أمريكي خالص، لأن كييف ممكن لسه بتستقبل معلومات استخباراتية خام من الأقمار الصناعية الأمريكية. طيب
إيه أهم النقاط اللي نطلع بيها النهاردة؟ أوكرانيا عندها عين ثاقبة في استهداف الأهداف الروسية القيمة. الجغرافيا واللوجستيات مش بيدوا روسيا حلول سهلة للمشكلة دي، وبطريقة أو بأخرى أوكرانيا قدرت تواصل الحملة دي على مدار حرب إيران. وفي نفس الوقت لو أنت فضولي تعرف إحنا وصلنا هنا إزاي، هتعجبك الكتابين الرائعين دول عن أصول الحرب. شوف وصف الفيديو لمعلومات أكتر عنهم. ولو عجبك فيديو النهاردة من فضلك اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وهشوفك المرة الجاية. خلي بالك من نفسك. وبالمناسبة عشان تبقى عارف، الحضارات القديمة المفضلة عندي هي الأزتكية والمصرية. مفيش سبب معين خلاني أقول كده، بس دايما حلو يكون في كلام بعد الفيديو.